الشيء الوحيد المؤكد في الدنيا اللي مفيش أي حد يختلف عليه تماما إن كلنا هنموت. إن أنت هتموت، هتموت فجأة، هتموت مش بدون مقدمات. ممكن بدون أمراض، ممكن في أي سن. الطفل بيموت والشاب بيموت والكبير بيموت، ومفيش أي إنسان في الدنيا يقدر ما يموتش ولا يقدر ينكر إن هو هيموت. ولما تموت مش هترجع تاني للدنيا دي. دي حاجات محدش يختلف عليها، دي حقيقة واضحة وضوح، لا مراء فيه، لا جدال فيه. انما الخلاف بين الناس الملتزمه او الناس اللي عندها دين والناس اللي ما عندهاش دين، ان الناس اللي مؤمنه بالدين مؤمنه انها بعد ما تموت هتبعث وهتحاسب، واما الى جنه واما الى نار. اما الناس اللي ما عندهاش دين بتقول ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. احنا هنبقى تراب، هنبقى عدم، هننتهي، لا حياه بعد كده. طيب، انت كانسان مقتنع بايه؟ وهل الموضوع يستاهل انك تفكر فيه ولا مش مهم؟ لان في ناس تقول لك انا مش عارف ومش عايز، مش عايز اعرف، انا مش عارف ومش عايز اعرف، او انا لا ادري، انا ماليش دعوه، انا مش هيفرق بالنسبه لي. لا هيفرق، لا ما ينفعش. الانكار ده مش هيفيدك، الانكار ده مش هينفعك في الاخر، لانك ما يضحكش على نفسك. انت لما تموت النهارده وتفاجأ بان في حساب، وتفاجأ بان في بعث، وان في اله هتقف امامه ويسألك عملت ايه في حياتك، هتقول ايه؟ هتقول ربي ارجعني، ما كنتش اعرف. لا، ده ما يعفكش من المسؤولية. يعني ايه؟ وهو ربنا بيقول على الناس اللي هتقع في النار وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، خلينا نرجع بس الدنيا واحنا هنغير واحنا هنعمل. الندم ده ما ينفعش، الندم ده مش هينفع. خلاص، رب ارجعون رب ارجعون، رب اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. مش هينفع الندم ده في حاجة. ندم يعني الى ما لا نهاية، ندم إلى ما لا نهاية، مش سنة ولا سنتين ولا 100 ولا 1000 ولا مليون، إلى الخلود. ليه؟ لأن ربنا أولم نعمركم، ربنا هيرد عليهم أولم نعمركم، يعني ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هو ربنا مش سابك في الدنيا وعيشك وساب لك حد يفكرك بربنا وعلمك، وانت رفضت واستكبرت وغفلت وقلت لا مش عايز حد يقول لي، انا مش عايز اعرف. مشكلة كبيرة. ده النبأ العظيم، ده النبأ العظيم، ده السؤال المهم، ده أهم حاجة في حياتك، إنك تعرف وتتأكد وتفهم إيه اللي هتشوفه بعد الموت وتستعد ليه. أنت مستعد تموت النهاردة؟ ما أنت ممكن تموت النهاردة بغض النظر عن حالتك الصحية وسنك، ممكن في حادثة، ممكن في لحظة قلبك يقف، خلاص انتهت الدنيا بالنسبة لك. أنت مستعد تقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ أنت عارف مين ربنا سبحانه وتعالى؟ عارف هو خلقك ليه؟ هو ده النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. هو ده اللي الناس، هو ده الفرق الأساسي ما بين مؤمن وكافر، ما بين واحد متأكد وعارف هيعمل ايه بعد الموت وهيقابل مين وربنا هيسأله على ايه ومجهز لكل حاجة إجابة، وما بين واحد مش عارف هيعمل ايه، مش متأكد، يظن بس. إن ظن إلا ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أهم من أنت مين واسمك ايه وأهلك ايه وهتشتغل ايه وهتعمل ايه في حياتك، أهم حاجة بعد الموت هتعمل ايه. مستعد؟ مستعد؟ لازم تستعد، لازم تعرف.